نقاشنا هذه الليلة عن هذا الجدل، هذه الأزمة المتفاقمة بين المملكة العربية السعودية وإيران. أبدأ معك عبد الباري، غردت بما فيه الكفاية على تويتر هذا اليوم حول هذا الموضوع، بس الأمور رايحة فين يا عبد الباري؟ والله يا صديقي العزيز، الأمور للأسف تتجه نحو المزيد من التوتر، ونحن الآن بانتظار عود الثقاب. ربما هذا العود يأتي من أي لحظة، من أي خطأ يرتكب من هذا الطرف أو ذاك. من الواضح جدا أن المملكة العربية السعودية في وضع الهجوم الآن. يعني إعدام اللي هو نمر باقر النمر، الشيخ نمر باقر النمر، ضمن 47 آخرين في ليلة السبت الماضي، هذا يشكل محاولة في تقديري الشخصي للمزيد من التصعيد مع إيران. المملكة العربية السعودية تدرك جيدا بأن إعدام الشيخ نمر النمر يعني سيثير أو سيستفز السلطات الإيرانية، ولذلك أقدمت على هذا العمل، وهي تتوقع النتائج وتعرف التبعات بشكل جيد. فيعني في تقديري ربما المملكة العربية السعودية تريد أن تجر إيران إلى مواجهة عسكرية، تريد أن تجرها إلى حرب مباشرة وليست حرب بالنيابة مثل ما يحدث حاليا في سوريا، مثل ما يحدث في اليمن. الإيرانيون كانوا أكثر ضبطا للنفس، كانوا يتجنبون في كل مرة أي صدام المملكة العربية السعودية. أستاذ توفيق، تعرف أنت قصة السفينة المساعدات التي أرسلتها إيران إلى اليمن ورفضت السعودية هبوطها أو تفريغها، ورغم التهديدات الإيرانية بأنها لن تسمح بأي اعتراض لها. أيضا إيران جرى استفزازها عندما يعني قتل أكثر من 400 من حجاجها في موسم الحج الأخير، ومع ذلك لم تقدم على أي خطوات أو أي رد فعل ضد المملكة العربية السعودية، ولم تقطع العلاقات على الإطلاق. في تقديري الآن يعني هذا الضبط النفسي الإيراني إلى متى سيستمر؟ هل يستمر إلى فترة طويلة؟ قالوا بأن الانتقام الإلهي سيلحق بالمملكة العربية السعودية من جراء إعدامها الشيخ النمر. قالوا أيضا على لسان السيد عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني بأن إيران ستدفع ثمنا، أن السعودية ستدفع ثمنا كبيرا أو ضخما جدا لعملية الاغتيال هذه. اليوم أو بالأمس السعودية قطعت العلاقات كليا وأغلقت السفارة وطردت السفير الإيراني من الرياض وكل الدبلوماسيين. يعني هذا كله تصعيد، وحتى هذه اللحظة لا توجد وساطات حقيقية لنزع فتيل التوتر. طيب. هل يتطور الأمر إلى حرب طائفية شرسة في المنطقة وخاصة الاستقطاب الطائفي في ذروته، أم يتم تطويق هذا الأمر ومعالجة الملفات كلها بحضور السعودية وإيران؟ نحن لا نعرف، لكن احتمالات التصعيد في رأيي أكبر بكثير. كثيرون في الخليج عبد الباري يترددون في المشاركة معك في النقاش، ولكن معك صحفي شاب عوض الفياض وهو سعودي وسيرد على ما قلت. تفضل. بطبيعة الحال لا يوجد ما أتردد حياله. أولا أنا لابد أن أؤكد أن نمر النمر هو مواطن سعودي متهم بقضايا تتعلق وتمس الإرهاب وتمس أمن المملكة العربية السعودية، وأيضا حصل على محاكمة عادلة. لكن الذي يثير استغراب في السعودية وفي الخليج من جميع المحللين على مستويات مختلفة، لماذا هذا التركيز على شخص واحد مدان بينما أنت لديك قائمة تصل إلى 46 شخص كلهم مدانون هو الشيء الوحيد، وهو الشخص الوحيد الذي يتحدث عنه كافة المحللين. دعني أقول لك ما يثير استغراب أكثر، هناك دول يفترض أنها تتحدث بعقلانية قليلا، أو لنقل وسائل إعلام مثل BBC، فرانس 24، عدد من الصحفيين الذين عملوا عند هذه المؤسسات تعرضوا لهذا الإرهاب في السعودية، تناسوا تماما الذين تعرضوا لطواقمهم الصحفية. بالأمس BBC تضع عنوان لافت بأن السعودية تعدم الشيخ الدين الشيعي، بينما هي تنسى المواطن السعودي الآخر الذي قام بالاعتداء على الصحفي. حتى عبد الباري تساءل في افتتاحية عن هذا الموضوع، بالضبط. تحدث في افتتاحيته عن هذا الموضوع. أنا أؤكد لك أن هذه الانتقائية في الحديث عن محاكمة وإعدام 46 في السعودية تثير الاشمئزاز في السعودية بصراحة.
أزعجت أحد المشاهدين لأنه يطلب مني بإلحاح أن أطرح عليك هذا السؤال. يا أستاذ عبد الباري، يقول لك المشاهد: هل ضبط النفس الإيراني في حرق السفارة؟ لا، يعني هذا سؤال مشروع جدا. يعني أنا أدنت عملية حرق السفارة السعودية. يعني إيران يجب أن تحمي الدبلوماسيين. هذا الأسلوب اللي هو إرسال بعض المجموعة أو بعض الغاضبين لحرق سفارات دبلوماسية سواء لأمريكية أو بريطانية أو سعودية أو غيرها، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وانتهاك الأعراف والمعاهدات الدولية. يعني إيران يعني تعرف جيدا بأن سفارة المملكة العربية السعودية في هذا الوقت على وجه التحديد مهددة لأن هناك غضب في الشارع، فكان عليها أن تحمي هذه السفارة وأن تتوقف عن السماح لأي إيراني بالإقدام على هذا العمل. إيران ربما تكون الدولة الوحيدة في العالم بعد ليبيا القذافي هي التي تحرق السفارات. لماذا تقدم على هذا العمل؟ هذا أمر مدان، لكن هذا لا يعني بأن إنه يتم استفزاز إيران. يعني بمعنى يعني عملية، أنا طبعا في افتتاحياتي قلت بأنه أعدم السيد النمر، 3 شيعة آخرين، وحوالي 43 سنيا أعدموا. هؤلاء يعني السنة والمتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، هؤلاء صدرت الأحكام بإعدامهم عام 2003 وعام 2004. السيد النمر معتقل، أو الشيخ النمر معتقل منذ عامين تقريبا. طيب لماذا الآن هذا الإعدام؟ لماذا ينفذ الآن؟ يعني هذا يعني يمكن يؤجل شهر، شهرين، 3 أشهر، سنة. لا لحظة، مش صحيح. المعلومة بأنه لحظة. الشيخ النمر، عفوا أستاذ عبد الباري، الشيخ النمر ألقي القبض عليه في 2012، حكم وصدر الحكم في 2014، أجل التنفيذ ومر بكل مراحل التقاضي. الأهم عندما نتحدث عن ردة الفعل الإيرانية، نحن لا نتحدث عن رد فعل إيراني مأخوذ من سياق الواقع اللي تمر فيه المنطقة. إيران عملها الاستفزازي لم يتوقف منذ الثمانينات تجاه دول الخليج، منذ 79، منذ الثورة الإيرانية، منذ بداية الثورة الإيرانية، وربما منذ تقليم أظافرها في نهاية الثمانينات بعد نهاية الحرب الخليج الأولى. نستطيع أن نقول أن إيران وسياستها الاستفزازية ليست وليدة اللحظة. الأسوأ أن قضية حرق السفارات هي انعكاس بسيط لطبيعة النظام الإيراني. طبيعة النظام الإيراني هي طبيعة نظام يعتمد على العنف في حل المشاكل السياسية. نحن الآن غير بعيدين على ما يحدث في سوريا 4 سنوات. في الأمس الأسبوع الماضي نسمع عن لا زال في هذا العالم هناك يموتون جوعا في مضايا في دارية بسبب محاصرة القوات الإيرانية المساندة للأسد هذه القرى. تخيل في عام 2016 ندخل هذا العام في ناس يموتون جوع. أنا أسأل عبد الباري عطوان، أنت الآن تتحدث أن الموقف السعودي هو مستفز. كيف هو مستفز؟ السعودية تحاكم أبنائها وفق أنظمتها الداخلية، ارتكبوا جرائم، حرضوا على العنف. احنا اذهب إلى خارطة العالم كله تجد بريطانيا، أمريكا، فرنسا. في عام 2013 نزل آخر إحصاء لأمنستي، أكبر عدد للإعدامات حول العالم هو في إيران، 700 عملية إعدام لقضايا جلها أو لنقل أكثر من نصفها 48 في 4 أيام في السعودية. طيب خلينا لكن نرد على السؤال. لا يصل إلى 700. نتكلم عن 150 في أمريكا، 270 في عام 2013. السعودية تقتل، صحيح تقتل لقضايا المخدرات، للقتل العمد بين المواطنين، لكن لم نسمع أنها قتلت معارضين سياسيين. المعارض السياسي لا يحمل السلاح، لا يؤلب على النظام العام ويطالب بالانفصال في منطقة معروفة أنها سعودية منذ أكثر من 3 قرون. نمر أنت لا تشاهد خطبة واحدة للنمر. أنا لا أريد أن أنساق خلف حديث يؤكد أو يعزز الحديث عن النمر. النمر جاء ضمن عدد يصل إلى 46. لا أريد أن أركز عن حالة واحدة. النمر لو أخذت واحدة من الخطب التي ألقاها خلال 5 سنوات الأخيرة ربما يبدو فيها مسالما وديعا، لكن هناك عشرات الخطب التي لن تشاهدها ولن يعرضها BBC ولا فرانس 24، واستطيع ان ازودك فيها، يتحدث فيها عن وجوب انفصال الاحساء. اذا كنت لا تعرف ما هو الاحساء بوجهة نظر النمر، هو يتحدث عن اقليم موجود منذ 10 قرون. هذا النوع من الحديث عن التاريخ واسترجاعه. السعودية بلد قوي جدا،
يرفض رفضا تاما التدخل في سياسته الداخلية، لم يتدخل أبدا. دعني أذكر الأستاذ عبد الباري عطوان في مشهد قبل 7 أشهر ذهب عدد من السياح السعوديين لقضاء إجازة خاصة لأسبابهم الخاصة، قتل ما لا يقل عن 30 سعودي بحالة تسمم في بلد لديه من التريليونات النفط منذ بداية الخمسينات، اكتشاف حقول النفط يموتون بالتسمم. هذا البلد يتحدث عن الحج وتأمين الحج والحديث عن أن السعودية مقصرة في حماية. ودعني أؤكد، يريد أستاذ عبد الباري عطوان أن يتحدث عن حرق السفارات بطريقة كثير مسالمة وفيها يعني رومانسية. يا رجل لا يوجد في العالم كله بلد يحرق السفارات، لا يوجد. في مرحلة أحمد نجاد وفي مرحلة روحاني كنا نعتقد أن هذا الانتقال السياسي سوف يخفف من تنمر إيران في المنطقة، لكن بات واضحا أن إيران ليست إصلاحيين ومحافظين، إيران بلد إرهابي. أنا لا أعرف ماذا يعني كيف تقيم الإرهاب؟ ما هو الإرهاب؟ بس اسمعني. أنا أعرف أن عبد الباري عطوان، أنا أعرف أن عبد الباري عطوان ينظر إلى أسامة بن لادن، إذا سمحت لي، كشيخ وكرجل وكليبريان، رجل محرر. اسمح لي هذه النقطة، بس هذه النقطة. تقييم عبد الباري عطوان للإرهاب لابد أن يكون واضح. هو يرى الشيخ أسامة بن لادن كمحرر، كمقاتل للحرية، بينما كل الكرة الأرضية ترى هذا الرجل. طيب نترك عبد الباري يجيب. تفضل يا أخي، خلينا أكمل. تفضل يا أخي، أنا بس أعطيك أمثلة على القضاء السعودي. يا سيدي زهير كتبي كاتب سعودي يا أخي سجن الآن يوجد في السجن لسبب بسيط، لأنه ظهر في تلفزيون روتانا السعودي وقال كلام لا يعجب المملكة. يا سيدي رائف بدوي مغرد 1500 جلسة 1500 جلدة وأكثر من غرامة 1,000,000 ريال وسجن لمدة 10 سنوات. طب هذا قضاء؟ لا يا سيدي. قبل فترة شاعرة سعودية في معرض جدة الدولي قالت قصيدة، الأمير خالد الفيصل يا سيدي منحها من الكتابة لمدة 15 سنة ودون اللجوء إلى القضاء. وما شأن القضاء؟ وهو شاعر. طب هل هذا قضاء؟ هل هذه دولة فيها قضاء؟ يعني أنا بقول لك أنا رفعت دعوة ولا هو اللي هو صالح الحجيلان هو محامي بتاعي. يا سيدي هذه الدعوة رفضت تدخلت وزارة الإعلام السعودية ومنعت نظر هذه الدعوة وألغت أي مطالبة أي قضايا إعلامية أمام المحاكم الشرعية السعودية. هذا أنا أقوله وعد الدليل، والمحامي موجود والسويجري شريكه موجود. قضايا الإعلام أولا قضايا الإعلام ليست لها علاقة بالمحاكم الشرعية، هذا شيء منتهى منه. لكن الحديث عن هذه الحقيقة، اذهب إلى جوجل. طب هناك عشرات القصص تم. زهير كتبي سأجيب. زهير كتبي هو كاتب. سأكمل. زهير كتبي كاتب تحدث الآن، هو في المحكمة، لا زال في طور التقاضي. لا تستطيع أن تقول ما شئت وأن هذا الرجل الآن يعذب ويحدث له قضايا غير عادلة والحكومة تجبره. لا زال هو في درجات التقاضي، والوارد جدا أنه غدا أو بعد غد يكون هناك حكم غير الحكم الذي ظهر في البداية. إذن لا أريد أن أركز على قضية القضاء ونحن نتحدث عن إيران والسعودية والصلف الإيراني في المنطقة والعنجهية التي وصلت إلى كل عاصمة وهم يفتخرون في ذلك. عبد السوري لنتحدث عن التداعيات قليلا. عبد الباري عطوان. نعم، الآن يعني حقيقة يعني أصبحت القضية السورية هي قضية ثانوية في ظل هذا التوتر الإيراني السعودي. الآن العالم كله يقف على رؤوس أصابعه خوفا من اندلاع حرب طائفية في المنطقة. يعني الآن يعني هناك تهديدات إيرانية، هناك يعني عملية تحشيد سعودي. شاهدنا طلب السعودية للجامعة العربية للاجتماع يوم الأحد القادم على مستوى وزراء الخارجية لبحث الانتهاكات الإيرانية. يعني أعتقد الآن يعني هناك لا
نعرف ماذا يحدث اليوم. جرى حرق مسجدين سنيين في العراق، هناك إطلاق النار على دورية للشرطة السعودية في منطقة القطيف في المنطقة الشرقية السعودية، حيث هناك الأكثرية الشيعية. فأعتقد أنه نحن الآن في على صعيد يعني أزمة كبيرة جدا الآن. يعني لم تعد الأزمة السورية هي التي تتصدر المشهد، ونحن نعرف أن إيران والسعودية هما في إطار الجهود التي تبذل حاليا الدولية حاليا من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. هناك اغتيال طبعا مثل ما تفضل جون، اغتيال زهران علوش، هناك أيضا اغتيال القنطار، هناك توتر. زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس يعني هدد المملكة العربية السعودية بالانتقام. يعني نحن الآن حقيقة يعني المنطقة كلها على برميل بارود. يعني ربما يعني يأتي عود الثقاب من أي حادثة، ربما تكون عملية اغتيال أو عملية إعدام، تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ النمر، ربما تكون هي المفجر لهذا الاحتقان الطائفي الذي يتصاعد حاليا سواء من قبل إيران أو من قبل المملكة العربية السعودية. يعني الطرفان الآن يصعدان طائفيا ويلعبان بالورقة الطائفية. يعني ما ذنبنا إحنا غير الطائفيين مثلا؟ لماذا نجد نفسنا نصحو في يوم من الأيام على سني يذبح شيعي وشيعي يذبح سني؟ يعني لماذا نحن يورطانا المملكة العربية السعودية وإيران في هذه الحرب الطائفية؟ لماذا؟ العزيز عبد الباري، السعودية لا تورط أحدا. لا، السعودية لا تورط أحدا. إيران منذ أكثر من 5 سنوات توغلت في سوريا، منذ أكثر من 10 سنوات توغلت في العراق. هناك سكتيريا حرب طائفية في العراق منذ أكثر من 10 سنوات، معروف من يغذيها. السعودية طبعا كل جهود السلام في سوريا خسرت زهران علوش. لا يمكن مقارنة زهران علوش بسمير القنطار. الأسبوع الماضي عبد الباري عطوان يقول على هذا المنبر بأن القنطار هو من اغتياله هو أهم حدث من أهم الأحداث، وأنه مناضل، وهو الرجل الذي يقتل الأبرياء السوريين منذ أن خرج من المعتقلات الإسرائيلية، وربما هو يعرف أن من قتلوا هم الإسرائيليين. بينما زهران علوش هو واحد من ما كان يوصفون بالمعتدلين في المعارضة السورية، ومع ذلك الطائرات الروسية الحليفة لبشار الأسد، الحليفة لإيران داخل سوريا، تقصف زهران علوش وتترك داعش وقوات جبهة النصرة الذين ينتقلون من الريف الدمشقي إلى الرقة. وأنتم تعرفون قبل أسبوعين ما حدث عندما تركت هذه الغطاء الجوي الروسي، ترك قوافل العناصر داعش وجبهة النصرة تنتقل من الريف الدمشقي إلى الرقة، بينما يقصف المعتدلون من جبهة من الجيش الحر وجيش الإسلام وكل القوى المعارضة المعتدلة في ريف دمشق وفي حلب وفي حمص. هناك الكل يعرف الآن منذ 3 سنوات هناك محاولة تغيير ديمغرافي في سوريا، وهو طبعا طبقا نسخ الأصل لما يحدث في العراق. نسمع هذا الصلف الإيراني في التعامل مع الملف السوري مع الملف العراقي منذ اغتيال رفيق الحريري. هناك عزمة بين السعودية وإيران، الكل يعرف ذلك، لكن السعودية لم تذهب أبدا إلى التدخل بالشأن الإيراني، لم تذهب أبدا. هناك من يسألك مثل ما قال عبد الباري، إلى متى نظل نحن العرب والمسلمون عند نقطة الصفر بسبب السعودية وإيران؟ ليست بسبب السعودية. السعودية بلد طيب السعودية قوة دينية سنية، إيران قوة دينية شيعية. لا تستخدم المقاربة الطائفية في السياسة. السعودية إذا تذكرون في عام 2007 جامعت الفرقاء العراقيين وجامعت فرقاء لبنانيين وجامعت السعودية دائما تقوم بواجبها من منطلق أخلاقي، من منطلق موقعها في الإسلامي والعربي. ومع ذلك يترك كل هذا ويركز فقط على التصعيد الطائفي من طرف معروف تدخله في إيران، في العراق، في سوريا وفي البحرين. في أقرب نقطة على مياه الخليج العربي إيران تريد العبث بأمن الدول العربية. كل الشواهد، ولكن هو لعب بالنار أم لا؟ مثل ما يقول لك عبد الباري، من هو غير طائفي ما ذنبه أن يقتل السني شيعة وأن يقتل الشيعي السني؟ يعني ما ذنب غير الطائفيين في هذا الموضوع؟ يجب أن يكون هناك معالجات حقيقية للموقف الإيراني. السعودية تقدم دائما مبادرات
تضع نفسها دائما في موقف من يمد يده إلى الآخرين. في آخر سنتين عدد الإشارات الإيجابية من السعودية لكافة الفرقاء في المنطقة العربية، في الشرق الأوسط، في مصر، دائما كانت السعودية تعطي إشارات إيجابية. الحديث أن إيران بلد يستفز هذا مضحك. أنا فعلا عندما يكرر الأستاذ عبد الباري أن إيران تستفز، السعودية تستفز إيران، يا رجل عشرات الألوف جزت رؤوسهم إيران في العراق وسوريا.